لو الكيكة بتهبط منك بعد الفيديو ده تأكدي ان هي هتطلع معاكي تحفة جدا وحلوة قوي، وعمرها ما هتهبط خالص. شايفين الهشاشان؟ الهيشان بتاعها تحفة ازاي، ولون وشكل. يلا بينا نشوف عملنا ايه. جبت هنا 3 كوبايات من الدقيق زي ما احنا شايفين، نخلتهم ورجعتهم تاني الكوبايات. نخلتهم كويس عشان اي حاجة لو في الدقيق ما تبقاش بتكلكع معانا يعني وكده. تمام كده. يلا بقى نرجعهم الكوبايات تاني. رجعتهم الكوبايات بقى. هنا جبت 4 بيضات زي ما احنا شايفين كده. عايزة اقول لكم طريقة الكيكة دي ناجحة 100% كمان، حتى لو انتي مش بتعرفي تعملي كيكة هتعمليها. حطيت هنا مج من السكر، او ممكن تحطي كوباية وربع من السكر، وحطيت معلقة من الخل، وبضرب بقى الكلام ده كله. ديت اهم خطوة يعني. اضرب بقى الكلام ده كله. ما عندكيش مضرب عادي ممكن تعمليهم في الخلاط عادي، مفيش مشكلة. حطيت هنا 4 ورقات فانيليا، كل بيضة عليها كيس فانيليا، علشان برضو ايه ريحة الزفارة. طبعا الخل ليه وظيفة معانا، بيخلي الكيكة فاتحة وجميلة معانا. هنا حطيت معلقة من بشر البرتقال، واضرب كل الكلام ده بالمضرب زي ما انا شايفين كده. حطيت هنا كوباية الا ربع من الزيت، بنفس معيار برضو الكوبايات بتاعت الدقيق، بس انا هنا علشان حطيت بمج صغير كده حطيت مج عادي. وهنا مع كيس كيك شيف، يا اما كيس بيكنج باودر المتوفر عندك. تمام. وحطيت طبعا كوباية من البرتقال، ما ننساش عصير برتقال، يا اما مش عايزة تعمليها بالبرتقال بدل البرتقال حطي لبن، كوباية لبن يعني كده. تمام. نجيب بقى هنا صينية مقاس 32، بطنتها بالدقيق بالزيت ونفضتها كويس يعني. بس كده حطيت فيها بقى الخليط بتاعنا، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما بقت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كيكة هشة وتحفة وجميلة وعالية. عايزة تبقي تخليها اكتر من كده عالية يعني، اعملي مقاس 24. بس هي كده كانت قوامها حلو جدا وجميلة اوي. هي عامة بصوا كلت قطعة كده سخنة كانت فظيعة تحفة اوي. الحتة اللي انا حطيتها تحت الصينية دي عشان ما تخليش الكيكة تلزق في القعر بتاع الصينية. اتمنى تجربوها والله هتعجبكم اوي، وسهلة وبسيطة. بصوا الهيشان تحفة، حاجة كده جميلة اوي. اتمنى تجربوها واشتركوا في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.